النهارده جاي لك في موضوع جديد وخامس حلقات أيهم أفضل. المقارنة النهارده برضو كتير مننا بيكون محتار فيها لما بيجي يعمل الإضاءة بتاعت الشقة بتاعته. بيقول لك طب أنا أجيب سبوتات، هي بتتسمى في السوق سبوتات صفراء، ولكن هي السبوتات الورم لايت ولا الكول لايت، الإضاءة الصفراء ولا الإضاءة البيضاء. أعمل إيه في شقتي؟ أنا محتار. في ناس تقول لك ده الإضاءة الصفراء دي بتصدعني. هو مفكر ان الاضاءه الصفراء بتاعت زمان، الاضاءه الصفراء اللي موجوده دلوقتي او الورم لايت اللي موجود دلوقتي ده بيكون زي ضوء الشمس، فهو بيديني النور او الضوء بتاع ضوء الشمس. طيب شقتي انا عاملاها مودرن او عاملاها كلاسيك، احط اضاءه بيضاء ولا اضاءه صفراء؟ ولازم انت تشوف اللي يناسب المكان اللي هتحط فيه الاضاءه. يعني ما ينفعش ان انا احط اضاءه صفراء في مطبخ الا اذا كانت هي اضاءه ثانويه، يعني انا مش معتمد عليها. لازم المطبخ يكون فيه اضاءه بيضاء للشغل بتاع ست البيت. ممكن ان انا اعمل اضاءه صفراء او الاضاءه الورم في المطبخ، ان انا بعمله ما بين القطعتين، بيكون بروفايل ليد بيديني اضاءه شياكه كده، حاجه شيك وبتكون بسيطه. دي ممكن اعملها اضاءه ورم، انما في السقف بتاع المطبخ لازم اعمل اضاءه بيضاء. طب استخدم الاضاءه الصفراء فين تاني ومع ستايلات ايه؟ الاضاءه الصفراء ينفع تعملها في الليفينج روم او في الريسبشن، او في اوض النوم. هتديني احساس بالدفء، احساس بالشياكه بالفخامه. طيب الاضاءه البيضاء بقى احطها فين؟ الاضاءه البيضاء احطها في غرف المكتب، في غرف الاولاد علشان المذاكره. طيب انا لو عايز الاضاءتين يكونوا عندي، يعني ما هو غرف الاولاد بيناموا فيها وفي نفس الوقت بيذاكروا فيها. بس هو بقى عندك حلين، في سبوتات بتكون اسمها سبوتات 3 تكه. السبوتات دي انت لما بتيجي تقيدها وتطفيها بتقيد ابيض وبتقيد تلجي وبتقيد ورم، فانت اصبح هنا عندك ال3 حاجات. بس في الغالب السبوتات ال3 تكه مفيش منها انواع كويسه في السوق. طب اعمل ايه؟ انا عايز برضو عندي اضاءه بيضاء وعايز اضاءه ورم. اعمل ايه؟ تقدر ان انا تعمل سبوت وسبوت، يعني سبوت ابيض سبوت ورم. ايه ده بقى؟ ده انا هعمل فرح ابن العمده ولا ايه؟ لا، هتقدر تخلي الكهربائي يخلي لك كل سبوت على مفتاح. عايز تقيد كله مع بعضه تقيد كله مع بعضه، عايز تقيد ابيض بس تقيد ابيض بس، عايز تقيد ورم لايت بس، مفيش عندك ادنى مشكله. بقى عندك الشعور بالدفء والشياكه والاناقه بتاع الاضاءه الورم، وعندك النشاط والحيويه بتاع الاضاءه البيضاء. على الاضاءه البيضاء هتذاكر، على الاضاءه الورم تقدر تقعد وتمارس اي نشاط تاني، نشاطاتك اللي هي المفروض ان انت قبل ما تنام بتعمل حاجه على الاضاءه الورم. طب انا لما يجي لي ضيوف هعمل ايه في الريسبشن؟ الاضاءه تكون ورم، هتديك شياكه لاي ديكور انت عامله. انا شخصيا في اي شقه او فيلا بشطبها بعمل الاضاءه الورم دي، تديني الشياكه وبتديني اناقه. بس ساعات العميل بيقول لي انا عايز اضاءه بيضاء، انا ما بحبش الاضاءه الورم. في اللحظه دي، علشان ما فيش في السبوتات ال3 تكه نوع كويس، انا شايف ان ما فيش نوع كويس. ممكن ناس تانية لها راي تاني، بس انا شايف ان ما فيش نوع كويس. فبعمل سبوت وسبوت، يعني سبوت ورم سبوت ابيض، وبخلي الكهربائي يقسم لي من المفاتيح مفتاح للورم ومفتاح للابيض. عايز ايد كله على بعضه ايد، عايز ايد ورم بس ايد، عايز ايد ابيض بس ايد. طيب سؤال هنا دايما بتسأله كتير برضو، الليد اللي بيكون في بيت النور او في الشادو جاب اجيبه ورم ولا ابيض؟ ده ما فيهوش اختيار، ده لازم يجي ورم. طيب الليد اللي في التجاويف بتاعت الحمامات اجيبها ورم ولا ابيض؟ ما فيهاش اختيار برضه، لازم تجيبها ورم. في حاجات كده الورم بيكون اساسي فيها، وفي حاجات الابيض او الكول لايت بيكون اساسي فيها، زي المطبخ، زي المكاتب، زي الانشطه التجاريه، زي غرف المذاكره. لازم تكون الاضاءه كول لايت او الاضاءه البيضاء. الليفنج روم الريسبشن لازم يكون الاضاءه الورم.